هي ايه العينات اللي اقدر اخدها من الثدي عشان نشخص وجود اورام او لا؟ الاصل في العينات في الثدي هي العينه بالابره القطعه اللي بنسميها الترو كات بايوبسي. لو في الاشعه في اي كتله صلبه محتاج ان انا اشخصها عشان اعرف هي فيها ورم خبيث ولا لا، يبقى لازم اخد منها حاجه اسمها ترو كات بايوبسي او عينه بابره قطعه او كور بايوبسي. دي بنبقى بناخد شريحه من الكتله او اكتر من شريحه وبتتحلل تحت الميكروسكوب عشان اقدر اقول الورم ده حميد او خبيث، وبتبقى عن طريق السونار. يعني دكتور الاشعه التداخليه هو اللي بياخد لنا العينه دي عن طريق السونار عشان يقدر يحدد اكتر حته في الكتله فيها اشتباه للورم وياخد منها العينه بالابره، فبتبقى تزود الدقه بتاعتها. ان احنا ناخدها عن طريق العياده من غير سونار ده بيقلل الدقه بتاعتها. تاني نوع من العينات هو الاف ان اي، الفاين نيدل اسبيريشن، نعمل له سيتولوجي، بنعمل له فحص خلوي. ودي عينه يكاد يكون ما بنحتاجهاش في الاورام بتاعه الثدي الا في حالات قليله جدا جدا جدا. يعني ما ينفعش يبقى عندي كتله صلبه وهقول انا هاخد لها عينه باف ان اي اللي هي ابره الشفط، سرنجه عاديه خالص وبخش جوه الورم باخد منها بشفط منه خلايا، وده ما بيقدرش نحدد منه دلالات الهرمونات وما بيقدرش نحدد درجه الورم، فبالتالي مش بتفيدني كتير. فما ينفعش اي دكتور يطلب لنا اف ان اي من كتله صلبه. امال امتى اعمل الاف ان اي او اللي هي عينه بابره شفط؟ دي ممكن نعملها من الغدد الليمفاويه اللي تحت البط اللي هي الليمف نودز او الحيل، ممكن ناخد منها عينه بابره شفط، ودلوقتي بيفضل ان احنا ناخد منها عينه بابره قطعه برضو. وممكن لو الكتله مش كتله صلبه، لو هي كيس، لو كيس معقد اللي هو الكومبلكس سيست بيبقى جواه جزء صلب وجزء مائي، فالجزء الصلب باخد منه العينه بابره قطعه، والجزء المائي او السائل بقدر اخد منه عينه بابره شفط. لكن غير كده ما بنحتاجش العينه اللي بابره الشفط اللي هي الاف ان اي في تشخيص الاورام بتاعه الثدي عامه، او مش هي الهدف الرئيسي او الوسيله الاساسيه لتشخيص اورام الثدي. في عينه تانية اللي هي الاكسجينال بايوبسي اللي هي اخد عينه عن طريق استئصال الورم كاملا. دي مش بنعملها لو في اي اشتباه لوجود خلايا سرطانيه في الورم، بيبقى لازم اعمل عينه الاول بابره قطع اشخص وبعد كده اشيلها. الاكسجينال بايوبسي ممكن نعملها او اللي هي استئصال الورم كعينه، ممكن نعملها في الاورام الليفيه الصغيره اللي ما فيهاش اي شك او اشتباه لوجود اورام خبيثه، او لو ورم في اشتباه انه خبيث بس صغير جدا صعب ان انا اخد منه عينه بابره قطعه، لو هو اقل من السنتي او اقل كمان من ال7 مللي ما بقدرش اخد منه عينه بابره قطعه، فبضطر ان احنا نعلمه بواير ونخش نشيل الورم كاملا. ويفضل ان هو يبقى بحواف امان حواليه تحسبا ان هو لو طلع كانسر او طلع ورم خبيث ان انا ما احتاجش اخش اشيل تاني حواف الامان، ويبقى هندخل نعمل الغدد الليمفاويه فقط. اخر نوع من نوع العينات الانسيجنال بايوبسي او اللي هي عينه ان انا افتح الورم اخد منه حته في العمليات او اخد منه قطعه في الجراحه واقفل تاني واحلله، او استنى التحليل يطلع جوه العمليات وبعدين اشوف هعمل ايه. طبعا النوع ده اتلغى تماما، ما ينفعش افتح على الورم واسيبه باي حال من الاحوال، وزائد ان احنا لازم نبقى عارفين نوع الورم من قبل ما افتحه عشان في انواع كتير بتاخد العلاج الكيماوي قبل الجراحي، فما ينفعش اعمل اي تدخل جراحي يضرني اكتر ما هيفيدني في اورام الثدي. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. يا رب اكون افدتكم، ما تنسوش تعملوا لنا فولو لايك وسبسكرايب عشان تستفادوا اكتر في اورام الثدي.